بعد موسم من أسوأ المواسم للأهلي في التاريخ، ورغم صفقاته اللي بالملايين والرواتب الضخمه كانت النهايه هي الخروج من موسم بالسوبر المحلي فقط، وده طبعا غريب على النادي الاهلي، واللي قرر بعدها يعمل ثوره تصحيح بقياده الحسين عموته، وكانت اول خطوه في اعاده هيكله الفريق بدات بخفض سقف التعاقدات والرواتب، كمان الاعتماد على اللعيبه الصغيره، وعشان كده شفنا لعيبه كتير بتمشي، ومنها رحيل تريزيجيه للرياض السعودي وده بعد موسم واحد بس، ورحيل اليو ديانج، وخروج حمزه عبد الكريم لبرشلونه بعد تفعيل بند الشراء، ده غير اعارات لعمر كمال، عمر الساعي ومصطفى العش. مش بس كده، ده الاجانب كمان، رضا سليم وداري كريستو وجراديشار كلهم على لائحه البيع او الاعاره، وحتى خط الدفاع مش عاجب الحسين عموته وبداوا يبحثوا عن البدايل. في المقابل بقى الاهلي بدا يغير من جلده تماما، ضم منصف بقرار وسفيان بن جديده واقطاي عبد الله وعلي محمود، وجدد عقود الشحات وطاهر محمد طاهر، وكمان قفل باب رحيل مصطفى شوبير الا بشرط خيالي 5 مليون دولار. واضح ان الاهلي مش بس بيغير لعيبته، ده كمان بيرجع لفلسفته القديمه في وجود كابتن سيد عبد الحفيظ. السؤال بقى لجمهور الاهلي، انت شايف ثوره عموته دي هترجع الاهلي يسيطر تاني على افريقيا من جديد، ولا الفريق لسه محتاج صفقات تقيله؟